أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم كتبجي. روايتنا النهاردة ألفها روبن شارما، وهو مؤلف ومدرب كندي من أصل هندي، متخصص في التنمية الذاتية، درس الحقوق، حصل على ماجستير في القانون. ألف 7 كتب حققت أعلى مبيعات على مستوى العالم، ومنها روايتنا النهاردة الراهب الذي باع سيارته الفراري. روايتنا رواية خيالية بتحكي عن محامي مشهور اسمه جوليان، كان شاطر جدا في القانون، كان طموح وبيحلم بالنجاح، فكان بيشتغل ساعات كتير، ومع زيادة الشغل زاد شهرة وفلوس، حقق ثروة كبيرة، كان عنده قصر وطيارة خاصة وبيت في جزيرة استوائية وعربية فراري حمراء. ومع الوقت ابتدى يفقد حماسه لشغله وفقد علاقته بأسرته وأصدقائه، وفجأة وهو بيترافع في المحكمة جات له أزمة قلبية ونقلوه المستشفى. بعد ما خرج جوليان من المستشفى باع كل ممتلكاته وقرر يسافر الهند لمدة 3 سنين، كان عايز يعرف مغزى وهدف حياته. قابل هناك معلم اسمه كريشنن، اتكلم جوليان معاه وحكاله الصراع اللي جواه، وإنه مش حاسس بقيمة حياته بالرغم من الثروة والشهرة اللي حققهم. طلب جوليان من المعلم كريشنن إنه يساعده، ووافق وفعلا وصله بمجموعة من الحكماء. ابتدوا الحكماء يساعدوا جوليان إنه يعرف مغزى حياته عن طريق 7 مبادئ رئيسية يطبقهم في حياته. أول مبدأ إنه لازم يعتني بعقله ويمنع عنه الأفكار السامة زي القلق والخوف من المستقبل، لأنها بتستنفذ جزء كبير من طاقة العقل. معظمها أفكار سلبية عن العلاقات الفاشلة والمشاكل والقلق وآراء الناس فينا، فلازم نسيطر على الأفكار دي. كل نجاح بيحققه الإنسان بيبدأ بالأفكار اللي بتدور في ذهنه. تاني مبدأ هو إنك لازم تحدد هدف واضح لحياتك وتشتغل على تحقيقه. مش شرط الأهداف دي تكون مادية، ممكن تكون معنوية، زي إنك تعيش في حالة من السلام الداخلي مع نفسك. المبدأ الثالث إنك لازم طول الوقت تبقى بتطور نفسك وبتتعلم، عشان لازم تكون أحسن من اليوم اللي قبله. وكانت نصيحتهم لجوليان إنه ما تسابقش الآخرين، لكن سابق نفسك. رابع مبدأ هو إنك لازم تسيطر على نفسك عشان إرادتك تبقى قوية. قوة الإرادة هي اللي بتخليك تعمل اللي انت وعدت بيه حتى لو كان صعب، ومن قوة السيطرة إنك تعمل الحاجات اللي مش بتفضل تعملها. خامس مبدأ هو استوعب أهمية الوقت. خليك مترقب على طول إن الوقت اللي بيعدي مش بيرجع تاني. الوقت هو الشيء الوحيد اللي بيتساوى فيه كل الناس، أيا كانت حالتهم أو مكان معيشتهم، لكن اللي بيميز واحد عن التاني هو الأسلوب اللي بيوظفوا بيه وقتهم. وافتكر دايماً إن الفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل. سادس مبدأ هو إن الهدف الأساسي لحياتك لازم يكون فيه جزء لمساعدة الآخرين. كل ما ساعدت في تحسين حياة الناس اللي حواليك، أنت كده بتضيف لحياتك الشخصية بصورة غير مباشرة. آخر مبدأ قاله الحكماء لجوليان هو إن سر السعادة الأبدية في إنك تعيش اللحظة الحاضرة وتستمتع بيها. بنستهلك جزء كبير قوي من يومنا بنفكر في أحداث الماضي أو بنقلق من المستقبل. قالوا له ما تأجلش السعادة بحجة إنجاز حاجات تانية، وما تأجلش الحاجات المهمة المتعلقة بصالحك ورضاك لوقت تاني. لازم تعيش اليوم بكل ما فيك من قدرة إنك تعيشه. ودي اقتباسات من رواية الراهب الذي باع سيارته الفراري. عندما يلهمك هدف عظيم أو مشروع استثنائي، تتخلص كل أفكارك من قيودها، ويسمو عقلك على الحدود والقيود، ويتسع وعيك في كل الاتجاهات، وتجد نفسك في عالم جديد عظيم رائع، وتبعث القوى والإمكانيات والمواهب الكامنة بداخلك للحياة، وتكتشف أنك إنسان أعظم مما كنت تحلم بكثير. لقد خلقنا جميعاً على هذه الأرض لسبب محدد. كف عن سجن نفسك وراء قضبان الماضي، وكن مهندساً لمستقبلك. الهدف من رواية النهاردة إنه من خلال قصة خيالية بيساعدك على تحقيق أحلامك وإنك تعيش الحياة اللي انت تختارها. أنا أنصحكم تقروا الكتاب دوت لو فعلاً بتهتموا بمجال التنمية الذاتية. استنونا الحلقة الجاية من برنامج كتب.